مهما اخترعوا لها طرق كتير، مفيش غير الطريقة دي اللي بتنزل في القلب كده على طول. طريقة الجلاش المحشي مهلبية او محشي بالقشطة الكدابة. النهاردة ان شاء الله قلنا نعملها بطريقة مختلفة عن كل مرة كنت انا بعملها معاكم في الصينية المدورة، قلت المرة دي هنعملها في الصينية المستطيلة. هنقدمها كده مربعات زي ما بتيجي من بره بالظبط، من ضمن الطبق اللي هو الحلويات اللي بيبقى مشكل. قلنا هنعملها زيها، مش هتختلف عنها خالص. عايزة اقولك لو ضيف جايلك وقدمتها له هينبهر بشكلها وبطعمها، طعمها تحفة. كمان الجلاش بتاع النهارده ده للناس اللي بتعشق الفطير المحشي مهلبية. في فطير كده بيتباع عند الحلواني، بيبقى محشي مهلبية. دي مش هتفرق عنه اي حاجة خالص. شايفين ما شاء الله الحشوة متماسكة وعاملة ازاي، وكمان التوريقات بتاعة الجلاش، يعني تحسوا كده ان الحشوة مش باينة من كتر التوريقات بتاعة الجلاش، تحسوا كده ان هي نازلة عليها. كمان بإذن الله هنزل لكم بفيديو تاني نفس الطريقة بتاعت الجلاش ده، بس هنعملها لو انت حابة ان انت تهدي بيها حد او رايحة لحد وحابة ان انت تعمليها بشكل حلو قوي. هنزل لكم بالطريقة دي بإذن الله. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو، بس قبل ما نشوف الفيديو ما ننساش نسمي الله ونصلي على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. اول حاجه في الجلاش، لو انتي مفيش عندك الشربات طبعا هتعمليه. انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، يعني في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا، كنت انا عاملاه ومجهزاه. قلت ان هو يكون جاهز عندي في اي وقت اللي انا احب ان انا اقوم اعمل حلويات، ما بقاش لسه مستنيه ان انا اعمل الشربات واسيبه ان هو يبرد. طيب كنت انا عامله الشربات ازاي؟ كنت كوبايتين السكر قصادهم كوبايه من الميه، وحطيت ذره ملح ليمون وحطيتهم على النار لمده 12 دقيقه. هنا اول حاجه بقى هعملها في الجلاش في الوصفه بتاعت النهارده، هعمل اللي هي المهلبيه او القشطه الكدابه. عباره عن ايه؟ عندي هنا 3 كوبايات من الحليب، عليهم 3 معالق من النشا، بدوبهم كويس وبعد كده برفعهم على النار لغايه ما يربطوا. هنا المهلبيه دي او القشطه دي مش بيتحط لها سكر. لو انتي حابه تضيفي وش لبن عليها، حابه تضيفي علبه قشطه عليها، براحتك، كل دي اضافات وبتدي طعم حلو قوي للمهلبيه. في الاخر حطيت لها كيس فانيليا وحطيت لها معلقه سمنه. عايزه اقول لكم ان معلقه السمنه دي بتخليها كريميه، معلقه السمنه او معلقه من الزبده بتخلي معايا المهلبيه بتكون كريميه معايا. بعد كده جبت الصينيه وجبت ودهنتها سمنه من تحت، دهنتها كويس جدا، لان الطبقه اللي تحت دي اما بتدهنيها كويس ده اللي بيديكي لون حلو للجلاش من تحت. بعد كده بجيب الجلاش بتاعي وبحاول ان انا اقسمه عشان عدد الورقات اللي تحت تبقى نفس عدد الورقات اللي فوق، بس بسيب ورقتين زيادة تحت. يعني تحت بحط ورقتين زيادة، يعني بعد ما بقسمهم باخد ورقتين زيادة تحت. ليه؟ لان انا هنا بعمل اطراف، الاطراف دي هتتنى فوق، فعشان زيادة الاطراف ديت انا بعوضها بورقتين من تحت عشان تبقى عدد الورقات تحت قد اللي فوق. هنا انا بعمل سور كده في قلب الصينية من ورقتين او 3 كده على حسب ما هي تاخد معايا، عشان عايزة اما اجي احط المهلبية تبقى في قلب الصينية من جوه، مش عايزاها تطلع على الطروف خالص عشان ما تحرقش معايا، عايزاها كأنها متدارية في قلب الصينية. هنا باخد كل ورقة بفردها وبدهنها بالسمنة. لو انت حابة ان انت تعملي كل ورقتين براحتك، انا الورقة بدهنها خفيفة، لكن اما بعمل ورقتين بدهنها كويس عشان الطبقة اللي تحتيها تكون واخدة من السمنة. هنا زي ما انتوا شايفين بحاول ان انا اعملها بالسمنة، ادهنها بالسمنة. ولو لقيت في ورق مكسر مفيش اي مشكلة خالص، بحطه في النص، يعني مش هيفرق معايا. خلي الورق السليم يبقى على الوش والمكسر خليه كده حشو جوه في قلب الصينية، مفيش حاجة بتترمي خالص. هنا الصينية دي اللي هي مقاسها 30 في 40 اخدت معايا نص كيلو من الجلاش. وزي ما انتوا شايفين ما بين كل طبقة والتانية زي ما قلت لكم انا بدهن معايا الصينية. انا عملت بس ورقتين من ورقه من بره اللي انا فرداها على الصينيه، او ورقتين اللي انا لما اجي احط المهلبيه اتنيها عليها. بعد ما خلصت باخد بقى بقيه الجلاش بتنيه في قلب الصينيه من جوه. حابه ان انت تقسمي الورقه على 2 وتحطيها، او تتنيها 2 وتحطيها. حابه تعملي زي ما انا بعمل كده، تتني طرف من هنا وطرف من هنا، اهم حاجه عشان تكون مظبوطه معاكي وما تكونش حته عاليه وحته منخفضه معاكي.
هنا انا حطيت الورقه اهوت. انا بقولك لو انت حابه ان انت تتني نصها او تفرديها وتتني الاطراف بتاعتها. هنا خلاص بعد ما اخلص بقى الكميه دي كلها اللي هي النص لفه جلاش اللي انا قسمتها، بنزل معايا بالمهلبيه بتكون هدت شويه. زي ما انتوا شايفين انا مش عايزاها تكون سخنه، انا عايزاها تكون هاديه شويه. المهلبيه بتحسوا ان هي سايحه او سايبه. بعد ما بنخلص الجلاش وبنسيبه ان هو يهدى شويه بتلاقوها ربطت معاكم. وما تنسوش ان احنا في الشتاء، يعني ما تعملوهاش متماسكه قوي عشان ما تمسكش كمان معاكم بزياده. يعني القوام بتاعها ده حلو قوي لانها هتتمسك معاكم بسرعه لاننا في الشتاء وهتتماسك. لكن في الحر لا، بحاول ان انا اخليها متماسكه عن كده شويه. هنا بقى بحاول ان انا اتني الطروف اللي انا عملتها اللي هي كل ورقة على طرف الصينية، وبدهن بقى برضو الورق اللي انا عملته. الطروف احاول ان انا ما اتاخرش عليها، يعني ايدي تكون سريعه كده وانا بعمل، عشان الطروف دي هتنشف معايا، الجو برد وهتنشف معايا. اجي اتنيها على الصينيه هلاقيها نشفت معايا واتكسرت معايا. زي ما انتوا شايفين بتتلى معايا بكل سهوله اهيت لسه طريه. وبدهنها برضو بالسمنه. عايزه كل طبقه تكون متورقه معايا ادهنها بالسمنه. الجلاش هنا مش هضيف له زيت، لا الجلاش هنا بعمله بسمنه بس عشان يبقى مورق معايا ويبقى مقرمش معايا. هنا زي ما انتوا شايفين برجع بقى بتني بقى، بحط ورقة وبتني الطروف بتاعتها لغاية ما اخلص باقي الكمية زي ما انا عملتها في الطبقة اللي تحت. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي تمشي حادق، يعني لو انتوا حابين ان انتوا تعملوا حشو حادق، اي نوع حشو يعني فراخ لحمه جبن هتمشوا بنفس الطريقه دي بالظبط وتعملوها كده، وفي الاخر هتسقوها كوبايه لبن. لو انتوا مش حابين ان انتوا تعملوا السمنه اللي انتوا تدهنوا السمنه ما بين كل ورقه والتانية، ممكن نص كوبايه سمنه او كوبايه سمنه على حسب ما انت بتحبي الدهون، بس ما تقلليش عن نص كوبايه سمنه. وهتدوبيها مع كوبايه لبن وبيضه، وهتسقي بيها الجلاش بعد ما تخلصي خالص. ده لو انت حابه ان انت ما تدهنيش كل طبقه والتانية، وحابه ان انت تعمليها معاكي حادق بتبقى تحفه. بعد كده بعد ما بتخلصي بتدخلي الصينيه الفرن الاول شويه، وبعد كده لغايه ما تحسي ان هي ورقت، وبتسقيها بالسائل اللي احنا عملناه ده اللي هو البيض واللبن والسمنه. وبعد كده تدخليها الفرن ان هي تكمل تسويتها، هيطلع معاكي احلى جلاش تحفه. هتقدميه في اي عزومه هينبهروا بيه. هنا بعد ما خلصت الكميه اهو زي ما قلت لكم انا بعمل كل طبقه بتنيها، وبحاول اما اتني الطرف الجهه ديت بلف الصينيه واعمل الطرف التاني عشان عايزه الصينيه كلها تكون طبقاتها قد بعض. عايزه اقولك لو انت مثلا عندك عزومه وحابه ان انت تعمليها من بدري مفيش اي مشكله خالص، هتعمليها. ويستحسن بقى ان انت بعد ما تخلصي تغطيها بكيس عشان تفضل طريه معاكي، عشان بعد كده تقطعيها. يعني ممكن ان انت ما تقطعهاش في نفس الوقت وتغطيها، بس انت لو ما غطيتيهاش طبعا الجلاش هينشف، هتيجي تقطعيها هتلاقيه بيكسر معاكي. فانت غطيها باي حاجه، بكيسه قماشه اي حاجه عندك، وبعد كده قطعيها هتتقطع معاكي بكل سهوله لان هيكون المهلبيه كمان مسكت بزياده. وبعد كده تدخليها الفرن، يعني ممكن تعمليها قبل الفطار وتدخليها بعد الفطار في الفرن اللي انت تسويه، هيطلع معاكي احلى جلاش. عايزه اقولك ان الجلاش ده حلاوته ان هو بيتاكل سخن مش بارد، يعني بيطلع كده وبيتاكل سخن، لان طبعا احنا عارفين ان الجلاش بالمهلبيه بيطرى بسرعه، غير حشوة المكسرات. حشوة المكسرات ممكن يقعد باليومين معاكي ما بيجرالوش اي حاجة، لكن المهلبية بتطري. فانت حاولي اعملي الكمية على القد عشان ان هي تتاكل اول باول، لانها لو باتت بتطرى معاكي وما بيبقاش لها طعم. بعد كده بتجيبي السكينة وبطرفها كده اللي انت تقطعي الجلاش. لو انت حسيتي بان المهلبية ظهرت معاكي مفيش اي مشكلة عادي، حاولي افردي الجلاش عليها تاني. طيب وانا بقطع مثلا حسيت ان في مهلبية طلعت معايا بالمعلقة بشيلها وبحاول اساوي الوش بتاعها تاني بالسمنة، عشان المهلبية دي لو فضلت ظاهرة معايا هتتحرق معايا في قلب الفرن، هتلاقيها اتحرقت معاكي. فانتي حاولي على قد ما تقدري ان انتي تداريها او تشيليها بمعلقة، بتكون ده كل ده بيكون زوايد معاكي. بعد كده انا بكون مشغلة الفرن على اعلى درجة، بشغله بحط الصينية في الشبكة على الشبكة اللي في النص لغاية ما الاقي الطروف بتاعتها احمرت، بشغل عليها الشواية. شغلت عليها الشواية بحاول ان انا الفها تحت الشواية عشان تديني كلها لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. هنا الاضاءة مش عارفة كان فيها ايه، تحسوا ان هي مفتحة شوية، بس هو لونها الاصلي اللي انتوا كنتوا شايفينه كان لونها طالع تحفة.
هنا خلاص بعد ما سبتها وهدت شوية عشان اعرف ان انا اقطعها. هنا اللي لو انا قطعتها وهي سخنة لسه خارجة من الفرن، هلاقي المهلبية او القشطة اللي انا حاشياها بيها هلاقيها بالسيل معايا، فلازم ان انا اسيبها شوية ان هي تهدى. هو مجرد 10 دقايق وهتلاقيها هدت على طول، لان الجو برد فهتلاقيها اتمسكت على طول. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ كل ورقة منفصلة عن التانية، مورقة وطعمها تحفة. زي ما قلت لكم طعمها ما يفرقش حاجة عن الفطير اللي احنا بنجيبه من بره. جربوها وانا متأكدة ان هي هتعجبكم. يا ريت ما تنسونيش في المشاهدات واللايكات، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان القناة وقعت بسبب عدم المشاهدات، وعايزاها ان هي تترفع بيكم. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال اعجابكم. اسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.